الدنيا مقلوبة بين لعيبة الأهلي في أمريكا. زيزو لم شنطته وقال مش هكمل البطولة، وبن شرقي رفض ينزل بديل آخر 10 دقايق، ومكالمة بين الخطيب ومدرب الأهلي عملت قلق. الأمور خرجت عن السيطرة في الأهلي بعد التعادل بعد فريق انتر ميامي. المدرب الأسباني ما كانش قادر يسيطر على اللعيبة اللي قاعدين دكة، وما كانش عارف يغير مين مكان مين بشكل مناسب. ولما طلع تريزيجيه من الملعب كان المفروض ينزل مكانه بن شرقي، لكن المدرب اصلا نسي ونزل طاهر. بن شرقي كان غضبان جدا، ده غير زيزو اللي لما نزل بديل المدرب قرر يطلعه قبل نهاية الماتش. وطبعا زيزو حس بإهانة شديدة وكان متعصب بعد الماتش وعايز يلم هدومه ويمشي على طول. الحكاية ما انتهتش لحد كده. الخطيب بعد ما الماتش خلص والمدرب واللعيبة وصلوا الفندق اتصل بكل الجهاز الفني وقال لهم هنعمل اجتماع بسيط كده يا جماعة من خلال الفيديو، من هنا ورايح عماد النحاس هيكون ليه رأي في التشكيل والتغييرات، ومش عايز أي اعتراض. الخروج من البطولة دي من دور المجموعات بعد كل الفلوس والصفقات دي معناها فضيحة محدش هيتحملها. عشان كده النحاس هيكون ليه دور الفترة الجاية، ولحد ما المدير الفني يحفظ اللعيبة مفيش تشكيل ولا تغيير هيحصل غير لما النحاس يوافق عليه. وبالفعل الجهاز الفني وافق على الكلام ده، لأن ريفيرو كان شكله تايه خلال الماتش ولسه مش قادر يحدد مين أفضل في الملعب. بن شرقي ملعبش، ديانج ملعبش، واستعان بلعيبة ما كانوش جاهزين زي الشحات وطاهر وقفشة. الخطيب اتصل كمان بزيزو وطلب منه إنه يكون أهدى من كده، وطبعا اتصل بتريزيجيه وقال له مش عايزك تكون أناني، أهم حاجة الفريق يكسب، لو كانت ضربة الجزاء جت كنا هنكسب، لكن أنا مستني منك تعوض في الجاي. ده غير ان النحاس وعد بن شرقي ان هيكون له دور كبير وفعال في الايام الجايه. لأن بالميراس وأن أيضا بورتو البرتغالي ممكن أن يكون أيضا فرق. هنا نشوف الكرة هنا الاستلام، الله